على درجات الحرم الإبراهيمي الشريف كانت آخر لحظات حياتها. فتاة في ربيعها 17 دانيا رشيد اختلطت دماؤها بقطرات ماء السماء. رصاصات متعددة اخترقت جسدها الصغير، والتحقت دانيا بركب الشهداء، وأطلق عليها لقب عروس الحرم. سبب التسمية بالنسبة لي عروس الحرم لأنه على درج الحرم دمها سال، فطبعا بيان أصيلة لقبها كان عروس القدس الأقصى. أنا كان اسمه عروس الحرم لأنه على درج الحرم سال دمها. عروس الحرم لقب جاء بعد استشهادها، لكن ما حصل بعد ذلك يبدو غير مألوف. فعلى بعد كيلومترات قليلة ارتقى الشهيد رائد جرادات من بلدة سعير، وفي وداعه تقدم والده بطلب خطبة دانيا الشهيدة من رائد الشهيد. لشهيدنا في الجنة. مبروك لرائد، مبروك لدانيا. فالشهداء لم يلتقوا في حياتهم، لكنهم ذهبوا فداء للأرض، وخطبة رمزية من شأنها أن تخفف جزءا بسيطا من حزن عميق. يعني هذا لما انه بيقول لي هو اذا بعرف شفته ولا بقول بالطلبة تبعته مهرها دم. الشاب اللي نزل رائد جرادات اللي هو يعتبر نسيبي انا، شايف كيف كتب حط صورة البنت، لا بيعرفها والله يا عمي، ولا بيعرفها ولا شافها ولا عمره شافها، ما عمره شافها ولا شافته ولا انا. فلما انه بكتب انه هذا اعتبرها اختك، اعتبرها اخته، اعتبرها بنته، اعتبرها اي شيء. فبالنسبة له مهر دم. عمرك سمعت كل واحد بحط خاتم مهر، بحط ذهب، بحط ليرات، لكن دم دم. أيام مرت على هذه العائلة عنوانها غياب دانيا، فالوالدة الحزينة ما زالت تتذكر لحظات بنتها الأخيرة، وخبر استشهادها ما زال العقل غير قادر على استيعابه. شي بكره حالي عم بحلم، لهالقيت عم بسأل والله، لهي بقول أنا شو اللي صار؟ مش مصدقة اللي صار، يعني مش كأني أستوعب حتى بعقلي. يعني أنا بنتي يعني متعودة أنا وياها من كل شيء نحكي لبعضنا، مش عارفة شو هي الله أعلم تصلي، لأن هي البنت تصلي، يعني تصلي أول ما أدي الأذان على طول بتقوم تصلي، ملتزمة، تحفظ قرآن، تقرأ، دراستها أهم شيء عندها، مطيعة البنت، كتير مطيعة، بترد علي في كل شيء. دانيا الشهيدة العروس فتاة مميزة في دراستها، مطيعة في بيتها، نشيطة في حياتها، اجتماعية في علاقاتها. رحلت وتركت خلفها ألما يصعب إزالته من حياة والدتها التي اعتادت على رؤيتها كل صباح. هاروا قلبنا، حرقوا لنا قلبنا، يعني ما أصعب شيء في الحياة، أصعب شيء في الحياة اللي عملوه. يعني أنا كلها موت عادي، أنا أو عيانة البنت أو مريضة يمكن استوعبت الأمر، أما إنه الإشي اللي صار هذا إن البنت تروح تصلي أو إنها تروح على الحرام ويصير هذا الإشي، هذا حرام يعني بحق حق الإنسان، يعني حق الأطفال، بحق البشر، يعني أي إنسان ما بتوقع هذا الإشي يصير. لتلفزيون القدس، محمد العدام، رام الله.